رغم التخويف، رغم الاستفزازات التي نتعرض لها يوما بعد يوم في كل اشكالنا النضالية، نقسم بدماء رفاقنا الشهداء اننا على مبدأنا لن نحيد، واننا على طريق النضال والصمود من داخل الجمعية الوطنية، وعلى مطالبنا العادلة والمشروعة لن نتنازل قيد عنملة. تحية خاصة لكل الجماهير الشعبية المنتفضة ضد الطغاة وضد الاستبداد الممارس من داخل أرض الوطن الجريح بكل من سيدي إفني، مراكش، ورزازات، إميفر، وكل مواقع الصمود. وندين بشدة الاعتقالات العشوائية والتعسفية والقمع الذي تتعرض له جماهير شعبنا من داخل أرض الوطن الجريح. القمع تضامنا المبدئي اللامشروط مع كل المعتقلين وضحايا القمع ومع كل الحركات الاحتجاجية، ونخص بالذكر حركة المعتقلين بشكل عام ومواقع الجمعية الوطنية بشكل خاص، انسجاما الكيران بتفاهاته، بالإضافة إلى كل أجزاء النظام السياسي القائم بالبلاد. ماطل أن النظام السياسي القائم بالبلاد قد استطاع تثبيت أركانه بمساعدة أجزامه، وقد أجهز ولا زال يجهز على كل مكتسبات الشعب المغربي الذي ضحى من أجلها. وما شهر يناير وعدد الشهداء الذين سقطوا فيه لخير دليل على التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي من أجل هذه المكتسبات التي عاد النظام السياسي القائم بالبلاد ليجهز عنها مرة أخرى. سعيد وفريد 21 يناير شهيدي الدماء صبيحة يوم الأربعاء 21 يناير 1987، ونحن مقبلون على تخليد ذكراهم المجيدة. شهداء وقبور جماعية، شهداء ومقابر جماعية بمنطقة الريف 1984، شهداء بالآلاف. كذلك الشهيدة زبيدة خليفي يوم 20 يناير. كل هؤلاء الشهداء استشهدوا من أجل الحرية ومن أجل وطن يتسع للجميع، ليعود النظام ويغتال في لذة أكباد أمهاتنا من جديد يوم اغتال الرفيق كمال الحساني من داخل بني بوعياش. دائما بهذه التضحيات وبقافلة الشهداء والمعتقلين السياسيين، لأننا عازمون كل العزم ومستعدون لتقديم المزيد من التضحيات، وكل مناضلي الجمعية الوطنية مشاريع معتقلين سياسيين ومشاريع شهداء من أجل قضاياهم العادلة والمشروعة ومن أجل حقهم في الشغل والتنظيم. أما الحصار والقمع فكما نقول دائما لن ينال من عزيمتنا ولن يجعلنا نتراجع إلى الوراء عن مطالبنا العادلة والمشروعة. هؤلاء المسؤولين على المستوى المحلي لا زالوا ينهجون سياسة الإغاثة الصماء أمام مطالب المعطلين ومعطلات الصنع المحلي من جهة، وأمام مطالب كل ساكنة بني بوعياش من جهة أخرى. لدينا وعود مع المجلس البلدي وبإشراف من السلطة الوصية أي باشا المدينة منذ 2007 تقريبا، امتيازات كتعويض عن البطالة، شخص أكشاك ودكاكين ورخص النقل من داخل البلدة. كذلك وعود بمناصب قارة كانوا يوهموننا ويطمئنوننا بوعود محسولة على أنها تحويلات وفيها إجراءات معقدة سوف يتم
الوصول الى تسويتها وبالتالي تسويتها لمناضلي الصنع المحلي. لكن اليوم وانتقاما من معطلي ومعطلات الصنع المحلي ابواب الحوار مرصودة في وجوهنا رغم استنفارنا بكل اشكال النظام، وقفات، مسيرات، اعتصامات، وما زال المزيد في شعبة مناضلي الجمعية الوطنية ليمنحوه لإطارهم العتيد. إذا ما جابش الوقفة وإذا ما جابش المسيرة وإذا ما جابش الاعتصام، هذه الحقوق العادلة والمشروعة التي نناضل من أجلها، فهناك أشكال نضالية أخرى سيتم تنفيذها. آنذاك فليتحملوا المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع من داخل البلدة. نستطيع ولنا اليقين أن نعيد الوضع إلى نفس الاحتقان الذي كان عليه ما قبل البنية الماضي. نستطيع أن نعجز الوضع مرة أخرى ومرات عدة من داخل البلدة كمناضلي الجمعية الوطنية من داخل ديبوي. وخاتيا ما تكفي وتشال وخاتيا ما تكفي وتشال. أننا نستطيع أن نعيد الوضع إلى ما كان عليه، ليست رغبة ذاتية أو عمل ذاتي وفقط، بل ارتباطا بالشروط الموضوعية التي يعيشها الشعب المغربي. ارتفاع مهول في كل أسعار المواد الأساسية، كذلك حصار ممنهج على كل أبناء هذه البلدة، بالإضافة إلى أن أبناء هذه البلدة يتواجدون كمعتقلين سياسيين من داخل سجون السلو العام. والله من يعتقد أن المسؤولين بين ألف قوس وقوس قد استطاعوا عزل الجمعية الوطنية عن باقي شرائح المجتمع بحساب أشكالنا النضالية وإبعاد باقي الجماهير الشعبية عن أشكالنا النضالية، فنحن أبناء هؤلاء الجماهير ومن صميمهم بعثنا. إذا حصرت الأشكال الجمعية الوطنية وعزلت المعطلين على الجماهير في الأشكال النضالية، راه خوتنا كنجلسوا معاهم في القهوي وعايشين معاهم في الديور وفي أي لحظة قادرين نحشدوا الإمام من أجل أن نسير بهذه الجماهير نحو قضاياها وأن تدافع عن مصالحها ومن جديد. أما القمع والعنف فلن يولدا من المعادلة المعاكسة أو من المعادلة المضادة إلا عنف، ولن يثني الشعب المغربي عن مواصلة دربه. لأعود لأستفير فمصر فيما يحدث من داخل المجلس البلدي وفيما يقومون به سماسرة الانتخابات على المستوى المحلي. فاش كتوصل الانتخابات كتلقاهم كاع كيبوسوا اليدين، كاع كيهزوا ولاد الشعب بغية التغرير بهم للذهاب إلى صناديق الانتخابات والاقتراع. ولكن ما بعد ذلك لا نسمح للشعب لا بنية أساسية، لا تشغيل المعطلين، لا سكن، لا صحة. وفي آخر المطاف يتهمون أبناء البلدة بأنهم قطاع الطرق، بأنهم فوضويين. لسنا قطاع الطرق ولسنا فوضويين. إن كان هناك من أحد يقطع الطرق فها هم من يقطع الطرق، وها هم قاطعي الطريق على أبناء الشعب لمنعهم من السير نحو الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة ووطني يتسع للجميع. حرية. وبهذا القمع قد أسقط القناع عن القناع، وقد ظهر وللمرة الألف الوجه البشع الدموي للنظام السياسي القائم بالبلاد. لا إنصاف، لا مصالحة، لا عهد جديد، لا دستور جديد، في غياب
مصالح هذا الشعب الذي وفي استمرار اضطهاد هذا الشعب وفي استمرار قمعنا كمعطلين وقمع كل الحركات الاحتجاجية بغية النيل من مبادئهم وعزلهم عن قناعاتهم المبدئية. إن استطعتم أن توهموا ذوي العقول الصغيرة فلن تستطيعوا أن توهموا ذوي المبادئ الصلبة، لأننا عازمون أن نسير في طريق الكرامة، عازمون أن نطالب وأن نحتج وأن نملأ كل شوارع المغرب وليس البلدة فقط باحتجاجاتنا إلى غاية تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة. موعدنا يتجدد يوم السبت المقبل لتخليد ذكرى انتفاضة 84 انسجاما وخلاصات المجلس الوطني، وكذلك تخليد ذكرى استشهاد رفيقي سعيد وفريد. إلى هنا أشد على أيديكم بحرارة على قواعد الجمعية الوطنية، يرفع الشكل النضالي وتحية نضالية، ما على مسؤول أجهزة القمع إلا أن يسحبوا جيوشهم لترك المجال للمعطلين لينسحبوا، وتحية نضالية.